بطبيعه الحال صراع كبير، ثلاثه ديال المنتخبات تصارع داخل المجموعه السادسه للمرور للدور القادم. نتذكر جميعا السيناريو الحزين ديال 1998 هزيمه البرازيل مع النرويج فقط اللي فزنا ب3-0 على اسكتلندا، واللاعبون خرجوا حتى المباراه ديال البرازيل باقي كنتذكر تاخرت نسبيا على نهايه مباراه المغرب، وكانت متكافئه ومن بعد غيجي هدف مفاجئ انه عرفت نتيجه مباراه المغرب واللاعبين خرجوا يذرفون الدموع، وكانت واحد الحسره كبيره. وواحده من النقاط التي سجلت السوداء التي سجلت في دهاليز الاتحاد الدولي لكره القدم، هزيمه مشكوك في امرها المنتخب البرازيل واللي حرمتنا من المرور الدور الثاني. اليوم الوضع يختلف، اليوم مصيرنا بين ايدينا. سجلنا تعادل في مباراه كبيره مع كرواتيا، فزنا على بلجيكا، غنساو جوج مقابلات، غنفكروا في مباراه ديال كندا كتلعب باسلوب مفتوح، كتوصل للمرمى، صحيح عندهم اهتزاز دفاعي ولكن غتكون مباراه ما لا اعتقد بان هذا تفكيري ونظرتي المتواضعه للاشياء، لا اعتقد بان المدرب والدركراكي واللاعبين غيدخلوا وفي مفكرتهم كيلعبوا مع فريق اوكسيا من المسابقه، غادي يدخلوا يلعبوا مباراه كانهم غيلعبوا مع كرواتيا او مع بلجيكا. هذا تاكدوا منه مليون في المئه، غادي يدخلوا يلعبوا مباراه باش يربحوا او يتعادلوا باش ينهيوا هذا الصداع والحسابات الضيقه ديال اخر دقيقه. الجمهور طبيعه الحال الا تعادلنا او فزنا، وذلك ما يتمنى كل جمهور مغربي للفريق الوطني الاسود الاطلس، غادي نمروا مباشره. الامل كبير ان شاء الله، وواثقين في قدره الاسود نتعادلوا ولا نربحوا باش نمروا بدون صداع راس، لان هذه المره مصيرنا بين ايدينا. المدرب وليد الركراكي وكوموندو الفريق الوطني غنعاود نكرر في حاله تاهب قصوى، وسيسعدون من جديد. نحن واثقون من ذلك بمشيئه الله، والملايين من المغاربه الذين احتفلوا بالامس في اجواء رائعه جدا اعادت الدفء من طنجه للقويره، والمدن المغربيه قضت ليله ليلاء، الجمهور منتشي ومسرور بالنتيجه وبالعطاء وبالجرينتا ديال الفريق الوطني. وصلوا هذه التعبئه، وصلوا هذا الحماس الكبير، ووصلوا هذه الثقه في النفس واحترام الخصم بطبيعه الحال، ووصلوا اسعادنا من جديد. بالتوفيق لكم.